اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان بيهل اهو علينا وروايحه بتبقينا اهيت. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. النهارده هنعمل مع بعض حته صينيه كنافه كده بالجلاش. هتقولي لي ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ هقول لك جربي الطريقه وانت هتعرفي فعلا ايه اللي جاب القلعه جنب البحر. كنافة نصها تحت، ربع كيلو كنافة تحت، ولفة الجلاش هنكملها من فوق. تعالي عشان ما اطولش عليكي في الفيديو نشوف طريقة الشربات وارجع اقولك بقية الخطوات. هنا انا حطيت كوبايتين سكر، كوبايتين مية، ومعلقة جلوكوز، علشان الجلوكوز هو اللي هيخلي الشربات معاكي مظبوط، ولا هيسكره ولا وهيطلع مقاومه تقيل وهيظبط معاكي المعيار. الجلوكوز جميل جدا. وهنحط معانا نص ليمونه ومعلقه فانيليا، ولو عندك بقى معلقه سمنه بلدي يا سلام، تبقي وديتي الشربات ده في حته تاني. طبعا انا اسفه عشان صوتي تحسي ان هو مغلق كده شويه، بس انا عندي برد. فحبيت بصراحه ربنا الفيديو ده يعني مينفعش ان انتوا ما تتفرجوش عليه او اسجله معاكم، لان بجد الطريقه جميله جميله وهتعجبكم وجربوها. هنا بقى دي طريقه القشطه كدابه. معانا هنا 3 كوبايات لبن و3 معالق نشا. هنقلب النشا، طبعا كلنا عارفين النشا هتتقلب مع اللبن على البارد لحد ما يدوب النشا في اللبن. وهنحط معلقه سكر بودره وحبه فانيليا. هنفضل نقلب فيهم كده بالمبرد، هنقلب فيهم بالمضرب السيليكون كده بتاعك لحد ما يدوبوا كلهم في بعض ونرفع بيهم على النار. هنا بقى انا حطيت الفانيليا بعد ما النشا دابت في اللبن وسخنت. رجعت حطيت النشا، رجع اسفه حطيت الفانيليا. انا تحس ان انا مش مجمعه اصلا عشان دور البرد اللي عندي ده. بصوا بقى، هنا دي مرحلة اختياري، عايزة تحطي معلقة قشطة حطي، عايزة تسيبيها كده اللي هي القشطة الكدابة زي ما بيقولوا سيبيها كده، اللي هي ايه القشطة الكدابة اللي هي النشا واللبن والفانيليا والسكر بودرة. حابة بقى تعززي من طعمها يعني وتدخليها بقى ايه في اللي هي كامل الدسم وتبقى طعمها فعلا حلو فعلا. يعني عشان خاطر برضو ولادك يستفادوا برضو منها، ممكن نحط لها معلقة قشطة من القشطة اللي احنا بنشيلها من على وش اللبن دي. طبعا كلنا بنخزن القشطة دي ونطلع منها سمنة بلدي، فممكن تدخلي في القشطة الكدابة دي معلقة قشطة. هنا بقى انا جبت ربع كيلو كنافة وحطها من قبلها بيوم في الفريزر لحد ما تلجت، وكسرتها كده بايدي عشان تبقى سهلة عليا ان هي تتكسر بسرعة. طبعا لو جايباها لسه طازة وعايزة تعملي الوصفة دلوقتي ممكن تقطعيها تكسريها كده بقى واحدة واحدة كده وبس، هتتعبك شوية. هنا بقى انا معايا كوباية سمنة بلدي، او بصي خليها كوبايتين سمنة بلدي هنسيحهم، لان هنشتغل بيها الطريقة دي كلها دلوقتي هنخلصهم كوبايتين. هنا معانا ربع كيلو الكنافة، عليها نص كوباية سمنة بلدي ومعلقة سكر بودرة. هنفضل نقلب كل المكونات دي في بعض لحد ما الكنافة تتشرب من السمنة وتتشرب من السكر. هي مش سكر كتير، معلقة واحدة سكر بودرة. هنحط بقى الكنافة دي في الصينية، هنرصها كده، هننزل بالربع كيلو كله علشان احنا هنحط راق كنافة والراق التاني هيبقى جلاش زي ما قلنا. جربي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. بص احنا هنفضل بقى نساوي فيها ونضغط فيها كويس جدا لحد ما الكنافة تتساوى كلها بقلب الصينية. انا هنا حسيت ان انا برضو يعني مش قادرة ان انا اضغط عليها جامد، البرد بقى مخلي الواحد اعصابه بايظة يعني. فجبت الهراسة بتاعت البطاطس وقلت يعني ان انا اضغط بيها الكنافة عشان تبقى مضغوطة كويس. هنا بقى مرحلة القشطة الكدابة. بصي القوام عامل ازاي، مهلبية كريمة. هنا بقى طبعا انا سبتها بردت خالص
ورجعت ضربتها تاني بالمضرب السيليكون. بصوا كده هنزل عليها كلها، بس اهم حاجة تكون باردة. هوزعها بقى في الصينية كويس، وارجع انزل عليها بلفة الجلاش. ممكن نستبدل القشطة الكدابة دي بشوية مكسرات، لو انت عايزة مش حابة القشطة ممكن تستبدلها بالمكسرات، بس احنا هنا بنحب القشطة. هنا بقى بص انا هحط هنا بين بعد ما برص الكنافة والقشطة بحط ورقتين، ما بحطش ورقة واحدة، ورقتين وادهن سمنة، ورقتين وادهن سمنة، وهكذا لحد ما اللفة بتخلص معانا. طبعا دي من الكوبايتين السمنة البلدي اللي احنا سيحناها. نخلص لفة الجلاش خالص، ونفضل ندهن في السمنة. طبعا الحلويات بتبقى محتاجة سمنة بلدي، بتديها طعم حاجة تانية يعني. وما تقوليش كل دي سمنة يا ام حمزة، كل ده مش هيبان معاكي مجرد ما تستوي، لان الكنافة هتشرب السمنة دي كلها. هنا بقى احنا خلصنا لفة الجلاش. قبل ما نحط اخر ورقتين هنتني كده الاطراف وندخلها كده من تحت الورقتين الاخرى اللي هيتحطوا على الوش. بصوا بقى، او دول اخر ورقتين حطهم على الوش كده. الاطراف بتاعتها هتنيها بقى لتحت مش زي اللي قبليها. خلصنا كده رصة الجلاش بتاعتنا. هنبتدي بقى نجيب اخر حبة سمنة بلدي كده فاضلين معانا في قلب الطاسة. هندهن وش الصينية بالسمنة، ونرجع بقى نقطعها وندخلها الفرن. وهتاكلي النهاردة، لو هتعمليها النهاردة بجد والله العظيم طريقة في منتهى الجمال. ما تقوليش ايه اللي جاب الجلاش جنب الكنافة، جربي قبل ما تتريقي وقبل ما تقولي ازاي ومش ازاي. جربي الطريقة وساعتها قوليلي في التعليقات عجبتك ولا لا. الطريقة دي بقى من احب الطرق الى قلبي ولعيالي والبيتي هنا، بجد طريقة في منتهى الجمال، بنحبها قوي قوي قوي، ما بنزهقش منها. والطريقة دي بقى ان شاء الله ان شاء الله اعتمديها في رمضان، جميلة. لو عندك عزايم، عاملة عزومة، جربي الطريقة دي بجد هتشرفك قدام عزومتك. بصوا دي شكلها بقى بعد ما طلعت من الفرن، بصوا الجمال. هسقيها بقى طبعا بالشربات اللي انا عاملاه، اهم حاجة الشربات يكون بارد. اشوفكم على خير حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.